اهلا بيكم مرة تانية في برنامجكم ادم في شباب كل يوم، والنهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا، هو العلاقات بين زملاء العمل. هل يا ترى العلاقة بين زملاء العمل من الممكن ان تتطور في وقت من الاوقات؟ هل من الممكن ان توضع بعض القواعد في التعامل بين الزملاء في العمل؟ أسئلة بتطرح نفسها، والأجوبة هتكون من خلال ضيف اللي بيشرف النهاردة في الاستوديو، الأستاذ الفلكي محمد، استشاري التدريب والتنمية المهنية. أهلا وسهلا بيك، اهلا وسهلا بك يا شرفني استاذ محمد، ومنورني. ربنا يبارك فيك. وكل سنة وأنت طيب. وانت بالف صحه وسلامه يا رب. وهنبدأ النهاردة بنتكلم عن العلاقات بين الزملاء في العمل. حلو جدا. هل طبيعة العمل بتحدد طبيعة العلاقة ما بين الزملاء ولا لا؟ زي الفل. طيب خلينا نقول الاول: رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. خلينا نقول ان احنا يعني العلاقات ما بين الزملاء في العمل هي نوع من انواع العلاقات الانسانيه. العلاقات مم. الانسانيه كتيره جدا ومتعدده: علاقه الاب بابنه، علاقه الام بابنها، علاقه الاصدقاء اللي في المدرسه، دي علاقات كلها انسانيه. ويمكن من اهم العلاقات اللي البني ادم بيقضي فيها وقت كبير جدا العلاقه مع زمايل الشغل. يمكن مم. النهارده معدل العمل في مصر او في الوطن العربي بنتكلم من 8 ساعات ل 10 ساعات. فبنقول ان احنا اصلا بنقضي وقت كبير جدا مع اصحابنا اللي في العمل، يمكن مم. اكتر كمان من قعدتنا في البيت مع زوجاتنا او مع اسرتنا او مع الناس اللي احنا عايشين معاهم. فبصراحة واحدة من الحاجات المهمة اللي بتأثر على نفسية البني آدم في الحياة دلوقتي هي ازاي بيتعامل في العمل، وايه زي ما بيقول كده ايه الصحة النفسية بتاعته اللي بيعيش فيها في العمل. لو الشغل الدنيا فيه مظبوطة بتلاقي حياته بتبدأ يحصل لها توازن وبالانس. مم. مشكلة الناس دلوقتي ان هي احيانا يعني زي ما بيقول كده ايه بيحصل ان هو بيبقى محمل بمشاكل من الشغل وراجع بيها للبيت، ما بيعرفش يخلصها في الشغل، مم. فبيرجع بيها للبيت فبيأذي كمان ايه البيت. العلاقة اللي موجودة. مم. فما بنقدرش نفصل ما بين، زي ما كنا بنتكلم فكرة ازاي نفصل ونخلي مشاكل الشغل تخلص جوه الشغل عشان مم. ما اروحش بيها للبيت، ومشاغل البيت ما اروحش بيها ايه الشغل. مم. فواحدة من الأهم العلاقات اللي أنا بعتبرها هي العلاقة ما بين الأصدقاء في العمل. ويمكن النهارده ان شاء الله نتكلم على القواعد والضوابط اللي نقدر لما من احنا خلالها. هنتكلم عنها، بس خلينا نرد بس على اتفضل. طبعا. السؤال مبدئيا. حلو جدا. هل طبيعة العمل بتحدد طبيعة العلاقة ما بين الزملاء؟ طبعا طبعا. بتحدد. طبعا. كويس. طيب نروح بقى للقواعد حلو جدا. والضوابط كويس. اللازم تواجدها بين الزملاء. حلو جدا. خلينا نقول ان في زي ما بيسموها كده الاسكس اللي ما بين الموظفين او ما بين الزملاء في العمل. مم. رقم واحد من وجهة نظري الشخصية الاحترام المتبادل. يعني واحدة من الحاجات اللي بتخلي في تناغم في العمل ان الشخص بيرسبكت او بيحترم الطرف الاخر. مم. وعلى حسب نوعية التعامل، في زميل وفي رئيس وفي مرؤوس. يعني الفكرة كلها ان احنا ممكن نبقى زمايل في العمل، فما عنديش انا النهاردة authority على الطرف الاخر، مم. عكس ان يبقى في مدير مع المرؤوس بتاعه ففي authority شوية. فازاي تختلف التعاملات ما بين الصحاب في العمل وما بين الرئيس بتاع العمل؟ مم. فلو اخذنا الشق الخاص بالصحاب في العمل، فرقم واحد بالنسبة لي الاحترام المتبادل ما بين الاشخاص. مم. رقم اتنين التعاون. يمكن واحدة من الحاجات المهمة جدا اللي بتنجح اي منظومة موجودة وفيها شغل فكرة التعاون ما بين الناس، مم. فكرة التيم وورك اللي دايما الناس او كل المنظمات او كل الهيئات او كل المؤسسات بتسعى ان يبقى في تناغم ما بين فريق العمل علشان نطلع اعلى مردود واعلى نتيجة، نقدر ان احنا فعلا نوصل الصورة الصح للعمل وننجح بشكل كويس. تمام. فالاحترام، التعاون، روح الفريق، الاخلاص في العمل. يعني النهارده لو كل واحد اعتبر نفسه ترس موجود في ماشين كبيره ومكنه كبيره، هو مجرد ان هو يعمل الحاجه المطلوبه منه، هتلاقي كل التروس مالها شغاله بتتناغم علشان تنجح الماشين وتطلع الشغل بافضل وسيله ممكنه. طيب بس انت من النقاط اللي في نقاط تانية هتتقال، دول هم اكتر. دول النقاط صح؟ طبعا. اه. النقاط اللي انت بتتكلم عليها دي هي سلوكيات. دي حقيقه. كويس. دي حقيقه. الاحترام ده جزء المتبادل ما بين الاصدقاء الزملاء. او الزملاء. وان انا يكون عندي فكرة ان انا اعمل في جماعة، ده دي برضو او حقيقه. في مجموعة، ده سمة او صفة انا لازم اتسم بيها. دي حقيقه. طيب حينما يفقد الانسان يعني صفة العمل في مجموعة،
او العمل في جماعه. في بعض الناس بيحبوا يعملوا فرديين، يغرد لوحده. بس فده يعمل في مجموعه يفقد الجزئيه دي. دي حقيقة. هل ده بيؤثر في علاقته مع الزملاء؟ تمام. خلينا نتفق اتفاق. هو النهارده العمل زي ما اتفقنا ان هو في منظومه، المفروض ان احنا بنشتغل وكل واحد عارف ايه الدور اللي المفروض يقوم بيه. فاحيانا يعني دايما بنتكلم على فكره النجاح بيكون في الفيجن او في الرؤيه او في الطريق او في المسار الصح للوظيفه او للمؤسسه دي. فتخيل كده في مجموعه من الناس بتاخد اتجاه كده، وفي واحد تاني بياخد الاتجاه العكسي. تخيلنا كده مثلا ان العمل والنجاح في العمل بس زي ده عربيه. لو هو بياخد عكسي، ما هو ممكن بياخد يكون هو عكس بياخد الاتجاه. نفس المسار بتاعهم بس في لوحده. يعني هم ماشيين في اتجاه كده وهو ماشي برضه في نفس الاتجاه بس لوحده. ما بيعملش الدور اللي عليه تقصد حضرتك؟ لا، هو ماشي في نفس الاتجاه بتاعهم بس لوحده، ما بيشتغلش مع مجموعة. وده في ناس كتيرة كده. اها. في ناس يعني مثلا اتفضل. مشاريع التخرج اها. مثلا، تمام. تلاقي الشباب ده يقول لك لا ده انا هعمل مشروع لوحدي، او اه. سيبوني انا هعمل الجزء ده، خاص خلصوا انتوا وانا بيا. هخلص الموضوع ده ايوه لوحدي. ايوه ايوه ايوه. بس فده بيأثر هنا بالسلب، يعني ده بيأثر. بيأثر بالسلب اكيد يعني. لان في الاول وفي الاخر انا كشخص بحترم الفريق اللي انا شغال فيه، وبحترم كمان الشخص اللي بيرأس الجروب او الليدر او القائد او المدير او ايا ما يكون على حسب المؤسسة اللي شغال فيها الاشخاص دول. فبالنسبة لي ان انا التزم بالقواعد، التزم بالدور بتاعي، او ان انا هروح اتناقش مع المدير او القائد في ان انا مثلا الدور ده ممكن ما يناسبش شخصيتي، ممكن انا الكواليفيكيشن او المؤهلات بتاعتي ممكن تكون اعلى، فانا ممكن اخد دور تاني او حاجه تانية اضافيه لو انا حسيت ان انا مش يعني بحس زي ما بيقولوا كده ايه بالساتسفاكشن او بيسموها الاحساس بالتقدير. لا انا ممكن اعمل حاجه اكتر من كده. فالافضل طبعا ان الشخص يكون بيأدي دوره في التيم وورك او في طيب، اطار العمل. خلينا نروح لضوابط تانية. تمام. هل الضوابط ما بين الزميل والزميل هي نفس الضوابط ما بين الزميل والزميلة؟ تمام. آدم وآدم وآدم ادم وحواء، وحواء. الضوابط واحدة ولا بنلاقي في ضوابط زيادة في جزئية أو ضوابط مختلفة؟ والله طبعا بحكم ان احنا يعني مجتمع شرقي وان احنا موجودين يعني محتاجين ان فعلا في فروقات. يعني انت النهارده حتى فروقات في التفكير، فروقات في طريقة التعامل، في حدود وضوابط لازم خلينا اقول حواء هي اللي تحطها في ظل هذه الظروف اللي احنا موجودين فيها قبل ما آدم يعني ينتهك ويخترق هذه القواعد، خطوط الحمراء. الخطوط الحمراء. مم. فواحدة من الحاجات المهمة ان حواء هي اللي تقدر تكنترول، بلس ان آدم يبقى عارف هو حدوده اصلا ايه. يعني زميل العمل غير الصديق اللي اللي موجود بره اطار العمل. فازاي نقدر نظبط الضوابط دي حاجة مهمة جدا. طيب ازاي نحط يعني الضوابط دي بالمواقف يعني؟ هل احنا اللي بنحط ضوابط ولا في ضوابط أساسية بتبقى محطوطة؟ لا هو طبعا في ضوابط العمل نفسها. يعني الناس اللي بتشتغل في مكاتب غير الناس اللي بتشتغل اوت دور، غير الناس اللي بتشتغل في تيم وورك، يعني في اكشنز وفي حركة وفي يعني زي ما بيقولوا كده تداخل في المهمات مع بعضهم. الناس اللي على المكاتب كل واحد عارف دوره وبيأديه زي ما هو محتاج العمل او زي ما العمل محتاج، على عكس الناس اللي مثلا بتشتغل في السيلز بره فبيتحركوا وبيروحوا وبيقضوا وقت اكتر. فهي على حسب طبيعة العمل ممكن تحكم في العلاقة اللي ما بين آدم وآدم وآدم وحواء. لكن زي ما بقول لحضرتك، زي ما حضرتك قلت كده، فكرة الخطوط الحمراء اللي احنا المفروض فعلا كل واحد يحط الفريم وورك اللي المفروض وانس ان حد اخترق هذه الحدود، لا المفروض ان هو ايه ينبهه. طب الزميل ما التزمش، يعيد التكرار مرة تانية. طب لو ما التزمش، لا يبقى انا لازم اخد يعني زي ما بيقولوا كده اجريسيف او مش يعني أكشن حاجه شديد. اكشن كده اسيرتيف، ان انا اقول له الحاجه دي، لان هو ممكن ما يبقاش واخد باله، ممكن يعملها بعفويه. ممكن احيانا بيبقى ادم مثلا بيعتبر حواء دي زي اخته مثلا، فبيتعامل معاها بتعاملات وتصرفات ان هي فعلا اخته. وفي حد تاني بيتعامل معاها معامله تانية ممكن ما تكونش لائقه بيها. فمحتاجين ان احنا من البدايه نحط الحدود، ولما الشخص يتعدى الحدود لازم يبقى في اكشن زي ما حضرتك قلت كده. بنعلى بالاسيرتيف والاجريسيف علشان ما يبقاش الموضوع مفتوح. تمام. متى يتحول الزميل إلى صديق؟ يعني خلينا نقول
في علاقات كتيره. احنا لو رجعنا مثلا وخدنا مثال لوالدتي ووالدي الله يرحمهم، لا هو الموضوع زمان كان مختلف. بمعنى. زمايل الشغل كانوا هم اصحاب وكانوا اخوات ومحبه وفي تناغم وفي ناس بتحب الخير لبعضها. ممكن يكون زي ما كنت بتكلم السلوكيات نفسها والكالتشر شويه بدات تختلف في الفتره الحاليه. فمش من السهل، او خلينا نقول مش كل زميل هيبقى صديق، لكن كل صديق هو زميل. مم. يعني النهارده لو انا فعلا حسيت في الشخص اللي معايا في العمل ان هو فعلا بيكير على مصلحتي وبيخاف على مصلحتي، ان هو فعلا بيساعدني وقت ما احتاجه، لو هو عنده اكسبيرينس او خبره سابقه وهو بيساعدني وبيدعمني، فلا المواقف دي كفيله ان يبقى في زي ريليشن اعلى مم. من زملاء العمل، لان الصداقه حاجه ارقى شويه من الزماله في العمل. مم. فلو الشخص حس فعلا ان الشخص ده بيساعده، بيكير عليه، بيحبه، بيخاف على مصلحته، بيعلمه، بيطوره، ده طبعا يعني مهم جدا كمان المديرين او القادة ان هم يبقوا يعني بيعملوا الكلام ده مع الزملاء اللي في العمل. مم. لان النهارده نجاح المنظومة من نجاح ان الشخص يكون فعلا قادر انه يطور الناس اللي شغالة معاه، وانه يدعمهم دعم معنوي. كويس، احنا هنا بنتكلم عن القائد، يس. بس انا هنركن القائد على جنب، انا بتكلم الزميل والزميل. حلو. هل هنا بتتحول الى صداقة؟ قد تتحول الى قد صداقة. تتحول الى صداقة امتى بقى وتستمر تتحول؟ سنين. امتى تتحول؟ لما فعلا يبقى في مواقف، المواقف دي بتثبت للطرفين ان الراجل ده او الشخص ده جدير بالثقة. هل تشابه الطباع يقرب ما بين طبعا. طبعا. مم. الشخصيات، في شخصيات منغلقة، في شخصيات منفتحة، في شخصيات بتحب تحط اصلا حدود، مش بتدي الثقة بسرعة. مم. في ناس بتدي الثقة الى ان يثبت العكس، وفي ناس ما بتديش الثقة الى ان يثبت العكس. مم. فعلى حسب طبيعة كل شخص، فبيبدأ ان هو يدي الشخص اللي قدامه العلاقة اللي تناسبه. مم. فدي بتبقى على حسب كل شخصية من الشخصيات اللي موجودة. مم. لكن ينفع طبعا ان صديق العمل او زميل العمل يبقى صديق. بالعكس، في زمالة بتمتد يعني لسنين وفترات، حتى لو انفصلنا في زمالة العمل او حد يعني اتحرك من مكان لمكان او من إدارة لإدارة، بتظل العلاقات الإنسانية في إطار الصداقة موجودة ومستمرة. مم. يبقى انا ضربت ليه مثال بوالدي ووالدتي. والدي الله يرحمه، والدتي النهارده لغايه دلوقتي وهي اصلا متقاعده وعلى المعاش، لغايه دلوقتي في اصدقاء من العمل او زملاء كانوا في العمل، لا هم دلوقتي زي الاخوات. فازاي العلاقه تتدرج؟ دي كلها بتيجي من المواقف، من العشره، من التاثير. انا جربته في موقف واثنين وثلاثه، لما احتجته زي ما بنقول كده بالبلدي لقيته. فبالتالي الشخص الزميل ده بيبدا ان هو يرتقي درجه كده في الصداقه، وربما يبقى زي الاخ. مش احنا مم. بنقول رب اخ لم تلده امك؟ اه طبعا. فهي الفكره ان احيانا الزماله في العمل، لو النفوس زي ما بيقولوا كده ايه صافيه بالبلدي يعني، مم. او النهارده الناس فعلا بتتعاون علشان تنجح العمل، وبتتعاون ان هي تدعم بعض نفسيا. مم. لان النهارده زي ما قلت لحضرتك احنا بنشتغل 10 ساعات مع بعض واكتر، فازاي ان احنا نكون مدد وعون لبعض. طيب لما بنشتغل عدد ساعات طويلة مع بعض، انت عارف بيبقى في مواضيع تخص الشغل، طبعا. وممكن اخرج من مواضيع اللي تخص الشغل لمواضيع حاجة بره تانية الشغل. بره الشغل. يس. قد تكون المواضيع دي تجربة وانا ماشي، اه دي قد حقيقة. موقف حياتي انا مريت بيه وعايز افضفض بيه. تمام. هل ده مطلوب ان المواضيع اللي بره الشغل تظهر او يكون في تبادل لمواضيع اخرى ولا لا؟ خلينا نتفق ان اي حد شغال في منظومة هو في الاساس بيشتغل عشان ينجح المنظومة. مم. والمنظومة عشان تنجح لازم يكون في اكشنز بتؤدي الى برودكتيفيتي او انتاجية، في النهاية العمل بينجح. فاحنا النهاردة زي ما قلنا وقت الشغل للشغل ووقت البيت للبيت. تمام. فاحنا محتاجين ان احنا، هو في طبعا تأثير ايجابي وممكن يكون في تأثير سلبي للقصة دي. بمعنى ان احيانا في حد بيبقى جاي مضغوط، جاي مش افضل مود زي ما بيقولوا، فلو في حد قريب منه بيحتاج ان هو يفضفض معاه. مم. بس مش يفضفض معاه لدرجة ان احنا ننسى الشغل ونقضي اليوم كله بنتكلم على موقف خارج الشغل. واصل الفكرة؟ فنقدر نعمل ده بس في الوقت اللي ما يعطلش، يعني ممكن في وقت بريك، بعد مثلا وقت صلاة، في وقت معين يعني ينفع ده ينفع. طب بس ثواني بقى عشان نروح واحنا قلت للسؤال، شق هنروح ايجابي هنروح وشق هنروح سلبي. للسؤال الثاني تمام. او تمام. المكمل. تمام. طب ده ينفع ما بين الرجل والرجل، تمام. ولا المرأة والمرأة تختلف المواضيع ديت؟
انت عارف هندخل في السيكولوجية بقى بتاعت السيدات بيحبوا يتكلموا كتير وبتفاصيل يس ودقيقة جدا. يس يعني لو الراجل بيتكلم في الموضوع ياخد له 10 بيقتضب دقايق، كده. هم يتكلموا في نفس الموضوع ياخدها اكتر، لان يس في تفاصيل عندهم. صح. فده هل ده كويس ولا له تأثير سلبي؟ من نقطة لحضرتك، التأثير السلبي في ضياع وقت العمل، التأثير السلبي في عدم الإنتاجية، التأثير السلبي ان ما بقاش بقى الإخلاص اللي احنا كنا بنتكلم عليه في القواعد والضوابط بتاعة العمل من البداية. مفيش إخلاص في العمل، لأن أنا جاي بتقاضى أجر نظير ان انا بعمل مهمة، فالمهمة دي المفروض ان انا اعملها عشان اتلقى الاجر. تمام. فانا بدات ان انا يعني اثر على التروس اللي احنا اتكلمنا عليها وعلى الماشين والانتاجيه بتاعه العمل في النهايه. كويس. فده الشق السلبي. زي ما قلت لحضرتك، الشق الايجابي ان فعلا لو انا ظبطت مود او ساعدت شخص، يعني النهارده المدير مسؤول اصلا عن ان هو يعني يدعم معنويا الناس، لان مش كل الاوقات انا جاي فايق جاي. عشان كده احنا قلنا ايه، عايزين نفصل ما بين البيت وما بين الشغل. ما نجيش من البيت واحنا محملين باعباء المشاكل بقى الاسريه ومشاكل الولاد انت بتتكلم عن والخناقات. ادم ولا ادم وحواء؟ ما احنا كده دلوقتي بنتكلم ان جنرال، لو انت عايز عن ندخل ادم في ادم وحواء. وادم. لا، انت بتكلمني عن ادم وحواء، يعني ادم ادم وحواء لما يرجعوا البيت ما يبقوش ما جايين يبقوش. ومعاهم. الله ينور على حضرتك. آه. ودي اصلا بتاثر، واحنا اتكلمنا قبل كده في قصه التاثير ما بين غضب او غضب حواء وغضب ادم واحتواء الكلام ده. فازاي ان احنا نقدر من خلال ان احنا نفصل ما بين الجزء الخاص بالعمل والجزء الخاص بالحياه او ما تبقى من حياه الشخص بره الشغل. طيب خلينا نروح لجزئيه مهمه، اتفضل. امور الشخصيه العائليه تمام. ما بين ادم وحواء. هل ادم يحكيها لزميله؟ هل حواء تحكيها لزميلتها؟ والله احيانا يعني انا اعتقد من وجهة نظري ان مشاكل البيت لازم تتحل في البيت. يعني اذا دخل طرف ثالث ما بين الراجل والست، هو هنا مش تدخل طرف، انا حكي. ما هو انا بفضفض. ما هو الفضفضه دي انت يا اما بتفضفض له عشان عايز رايه، يا اما بتفضفض له من باب الفضفضه. كويس. الاولى ليك فضفض مع المدام او ما انا متخانق حضرتك معاها. او المدام. لا ما هي حته انا الكونفليكت. بتخانق معاها بالك. لازم نحل المشكله بيننا وبين بعض. اوكي، يعني صدقني. لا، بس انت مش مع فكره ان المشاكل الزوجيه تتحكي لا بره؟ طبعا، ده حتى شايفها مش اقرب صح. الناس طبعا. حتى لو للام، يعني انا لا قدر الله اتخانقت مع زوجتي، ما ينفعش اصلا تروح تحكي لمامتها. انا لازم انا وزوجتي نحل. امال هو اسمه ليه بيت واحد واتقفل علينا باب واحد؟ علشان احنا نبدا نمانج العلاقه اللي ما بيننا. عشان احتاج طرف ثالث، ما هو الطرف الثالث ده انا اكيد وانا بروح احكي مش هحكي كل الحاجه زي ما بيقولوا كده وهجيب اللوم عليا. انا هحكي كأن دور الضحيه، فهقول الحاجات اللي ليا وهقول الحاجات اللي على الطرف الثاني. فاصبح الشخص اللي بيسمع، اللي المفروض ان هو هينصحني بالكلام اللي انا وصلته. واصله الفكره؟ فهنا النهارده انا من وجهه نظري في العلاقات الاسريه احنا محتاجين ان احنا نصفي كل حاجه بيننا وبين بعض، او ندخل استشاري متخصص في العلاقات الاسريه بيننا وبين بعض. انما ما احكيش لزمايلي. لا، مرفوض اصلا في وقت حتى العمل. لو زميلي يمتلك الحكمه. ما هو الحكمه دي بناء على ايه؟ لا، ما هو من خلال تعاملاتي معاه لقيته ان هو يمتلك الحكمه، اللي فيه كتير من المواقف قدر ان هو يحل مشاكل ما بين بعض الزملاء او مشاكل ما بين بعض الازواج. والله لو انا بثق فيه. بس خد بالك، ما هو اتفضل. بيختلف على حسب المكان. ممكن اكون دي حقيقة. شغال في مكان فيه حد حكيم بالفعل. ما هو الحكيم يعني زي ما قلنا في استشاري للجزء ده. يعني لو هو فعلا استشاري وعمل جلسات وعمل حلول لمشاكل قبل كده ده انت ومتخصص. بتسوق لا للاستشاريين لا لا بقى. خالص، والله خالص. اصل هي الفكره ايه؟ يعني تعالى النهارده نتخيل كده انا جبت استشاري علاقات اسريه يحل مشاكل بتاعه البيزنس او بتاعه الشغل، مش هيصلح. صح كده؟ تمام. والعكس صحيح. تمام. فزي ما بيقولوا كده بالبلدي، ادي العيش لايه؟ لخبازه. وعلشان يكون في طرف هو محايد. في الاول وفي الاخر انا وصديقي في العمل هو بيحبني، فهو عايز يجاملني. طيب، في نهاية اللقاء الرسالة هنوجهها لكل آدم وحواء مع زملائهم في العمل. تمام. نقول لهم ايه؟ الاحترام، التقدير، الدعم المعنوي، المساعدة في العمل. لو في عندي حاجة أنا يعني أقدر أساعد بيها الزميل أقدر أساعد. في حتة مهمة قوي يمكن احنا ما اتكلمناش عنها، فكرة ازاي ان انا اتعامل مع الشخص اللي ممكن بيرمي اللوم او بيرمي اللود بتاع الشغل عليا. احيانا الناس ما بتعرفش تقول لا. يعني احنا اتربينا ايه؟ ان نقول تمام حاضر،
لكن عشان ما فيش حدود، مم. وعشان انا مش انا ممكن ما ابقاش عارف بالظبط الدور اللي مطلوب مني. فلو في حاجه بتحصل كده انا ممكن ابدا اقول لا بس بالشياكه زي ما بيقولوا. تمام. فواحده من الحاجات المهمه ان احنا زي ما قلنا الاحترام، التقدير، التعاون، الاخلاص في العمل. فكره ان احنا ما نخلطش ما بين العلاقات اللي هي علاقات الصداقه وعلاقات الاخوه والمحبه وعلاقاتنا في الشغل، علشان يبقى فعلا المنظومه اللي احنا بنشتغل فيها احنا بنساعد بحب ان هي تنجح. الأستاذ الفلكي محمد، استشاري التدريب والتنمية المهنية، شرفتني ربنا ونورتني يبارك وسعدت فيك، بوجودك، انا وشكرا لك. اسعد، ونتمنى دايما كده نكون موجودين مع بعض ان شاء الله. نورت الدنيا ربنا كلها. يبارك في حضرتك. فاصل، وبعد الفاصل مع حضراتكم بمشيئة الله هنتواصل.